السلام عليكم. عايز تظهر قراءات جهازك، درجات الحرارة، استهلاك الطاقة، الفولت اللي داخل للمعالج، سواء هتعمل كسر سرعة او تتابع درجات الحرارة في الحر ده؟ يلا بينا. اول حاجة هنخش على جوجل، بس قبل ما نخش على جوجل ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات تكتب لي تعليق حلو. المهم نخش على جوجل ونكتب داونلود MSI افتر بيرنر. اول موقع هيظهر لنا هندوس عليه كليك، او انا هسيب لك اللينك تحت. بعدين هتدوس على داونلود MSI افتر بيرنر، هيظهر لك فوق انه بيتحمل، بس انا عشان محمله قبل كده مش هحمله تاني. تمام، هنجيب مثلا عشان اعرفك ازاي تسطب البرنامج. تمام، هو نازل عندي اهو، هتدوس عليه دبل كليك، تستنى لغايه لما يفتح، دوس يس، اوكي، نيكست، هتدوس اي اكسبت، نيكست ونيكست، وخلاص البرنامج اتسطب معاك. طيب بعد البرنامج ما يتسطب معاك هيظهر معاك على الديسكتوب بالشكل ده. طيب هو ممكن يظهر معاك بنفس الشكل ده او بشكل مختلف. هتعمل ايه عشان تغير شكل البرنامج او تغير السين بتاعه؟ فهتخش هتدوس على الترس ده، بعدين هتمشي هنا يمين هتلاقي اليوزر انترفيس، بعدين هتختار عادي بقى الشكل اللي انت عايزه من هنا. انا مختاره الام اس اي ميستيك افتر بيرنر سكين. ممكن نختار مثلا الشكل ده، تدوس ابلاي هيتغير معاك زي ما انت ما شايف. بس انا كان عاجبني الميستيك ام اس اي افتر بيرنر، شكله جميل قوي، فهنرجعه نعمم الشكل ده عشان كل حاجه تبقى سهله بالنسبه لنا. المهم عايزين نعرض الانفورميشن او المعلومات بتاع جهازنا. هندوس على الترس ده، طبعا هيجي لنا هنا جنرال فان مونيتورنج. اهم حاجه هنيجي على المونيتورنج. تمام، انا عايز اعرض درجه حراره كارت شاشه، فهتلاقي الجي بي يو تمبريتشر دي ممكن ما تكونش متعلمه صح. لو مش متعلمه صح علمها صح. بعدين هتلاقي الخيار ده شو ان اون سكرين ديسبلاي، هتعلم عليه. طبعا جي بي يو تمبريتشر 2 لو متعلمه صح عادي. المهم ان انت ما تعلمش هنا شو ان اون سكرين ديسبلاي، مش محتاجينها. هنا الجي بي يو يوسج ايوه محتاجينها، فهنعمل علامه صح. بعدين هننزل نحط تشيك على المربع اللي تحت. طيب هنحتاج الميموري بتاع كارت الشاشه، نعرض قد ايه من الفي رام مستهلك، برضه هنحط صح هنا. ننزل نعمل تشيك هنا. نحتاج الكور كلوك اللي هو تردد او سرعه كارت الشاشه الحاليه، برضه هنشيك هنا صح ونشيك تحت صح. تمام، محتاجين هنا سرعه الرامات، برضه هنا تشيك صح وهنا تشيك صح. الباور الطاقه اللي بيسحبها كارت الشاشه، برضه هنا هنشيك صح وهنا تشيك صح. سرعه المراوح مفيش مشكله. العداد مثلا كام في المية من استهلاك المراوح، برضو مفيش مشكلة. تمام، هنا بقى درجة حرارة وصلنا للمعالج السي بي يو. فهنا انت مش هتحط الكلام ده اللي هو ال 12 ال 12 دول من 1 ل 12، مش هتحط شو اون سكرين ديسبلاي. يعني هو لو جينا ل 12 مش هتلاقي محطوط. ليه؟ احنا عايزين نعرض درجة الحرارة الكلية دي، كل نواة او كل ثريد قصدي بيعرض لك درجة حرارة كل ثريد لوحده. تمام، فانت هنا هتنزل، احنا عايزين اخر واحده اللي هي سي بي يو تمبريتشر دي، درجه حراره المعالج كله، فهتشيك صح هنا وتشيك صح تحت. تمام، برضو اليوزج نفس الموضوع، هنتشيك صح على اخر واحده اللي هي ما جنبهاش ارقام، ده نسبه استهلاك المعالج، برضو هنتشيك صح ونتشيك صح. هننزل هنا على تردد المعالج الكلي، نفس الموضوع. هننزل على سحب طاقه المعالج السي بي يو باور، نفس الموضوع. بالنسبه دي للرامات عادي، تشيك صح تشيك صح. بعدين هننزل الفريم ريت والفريم تايم، برضو نفس الموضوع. هنا طبعا 1% لو، ممكن برضو انا ما كنتش حاططها صح، احطها صح. ونعمل هنا شو اون سكرين ديسبلاي، نعمل ابلاي، بيعمل سيفنج، خلص. طيب هنيجي كمان على البنش مارك والنون دي، مثلا نحط اي زرارين من عندنا بالنسبه للبينج والاند. فانا هحط مثلا F7 وF8. تمام كده يعتبر خلصنا كل حاجه عشان نعرض مؤشرات الجهاز او السنسورز بتاع الجهاز. فهنعمل ابلاي واوكي. طيب مثلا هنخش على اي لعبه زي قدامكم عشان نشوف الدنيا هتظهر معانا ولا لا. وقبل لما اللعبه تفتح طبعا ما تنساش تنزل تشترك في القناه، عشان عارفك ما اشتركتش حط لايك الفيديو وتفعل جرس التنبيهات. المهم اللعبه بتفتح اهي، ما اشتركتش برضه صح؟ نزل اشترك، عيب مبقاش انا تعبان وانت تشتركش. مش عارف ايه اللي انا بعمله ده، بس قشطه. اللعبه دخلت اهي زي ما انتم شايفين، القراءات فوق اهي. طب ايه F7 و F8 دي يا محمد؟ دلوقتي هندوس قدامكم F7، ظهرت معانا المؤشر ثالث. هتلاقي دي هنا الفريمات، وده هنا الريسبونس تايم، ده هنا مؤشر ثالث، وده ال 1% لو اللي هو 1% من الدروبات اللي بتحصل معاك. طيب وفي برضو معلومه عايز اعرفها لك، لو انت مثلا عايز تشيل اسم السي بي يو وتحط اسم المعالج بتاعك، فسهله جدا. هتروح على المونيتورنج،
ومثلا عايز اغير درجه الحراره، بدل ما تبقى سي بي يو تمبريتشر وتبقى مكتوبه جنب السي بي يو، عايز افصلها لوحدها واسميها اللي انا عايزه. فهتقف عليها عادي. بعدين هنا هتيجي اوفررايد جروب نيم، وتكتب هنا مثلا انا اسم المعالج بتاعي رايزن 5 3600 تم، وهتكتبه هنا وبعدين ابلاي واوكي. طيب تعالى نفتح اللعبه ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا زي ما انت شايف دلوقتي السي بي يو بقى هنا عادي، النسبه المئويه وسرعه المعالج واستهلاك الكهرباء. طبعا هنا بقى فصلنا رايزن 5 3600 تمبريتشر وبقت موجوده فوق لوحديها اهي. ده كان معانا فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدت من الفيديو. تحط لي لايك وتشترك في القناه، انا عارف ان انا قلتها المره العاشره، بس يلا انزل اشترك واكتب لي تعليق حلو. كان معاكم اخوكم محمد، مع السلامه.